مش تركيا ولا روما ولا حتى غرناطة. نحن اليوم بشمال لبنان بمدينة طرابلس يلي بتحتوي على أكبر قلعة بلبنان. بزمان الزمانات بسنة 1102 انبنت هيدي القلعة، يعني هي هلا عمرها حوالي 992 سنة، وانبنت على يد الصليبيين وبنوها على أنقاض حصن فاطمي قديم. واحجار القلعه من ابنيه رومانيه قديمه موجوده بالمنطقه، وهيدا الشيء بيوضح لنا قد ايه القلعه مرقت بحضارات كثير بطرابلس، ومساحتها بتبلغ حوالي 20,000 متر مربع. طيب وشو قصتها التاريخيه؟ بعد سقوط المماليك في معركه مجدابك سنه 1516 قدروا العثمانيين بقياده السلطان سليم الاول انهم يوقعوا المماليك، وضلوا العثمانيين عم يحاربوا بأكبر قوة عندهم لحتى يقدروا يحتلوا أكبر عدد من بلاد الشام، وطبعا طرابلس كانت من ضمن الحملة التوسيعية. وبعد استيلاء العثمانيين على قلعة طرابلس أكيد اشتغلوا على هيكلة أكثر وأكثر. وأخيرا المتحف الموجود بالقلعة يلي فيه قطع أثرية بتساعد السياح أنهم يشوفوا تاريخ المنطقة عن قرب. ورح خبركم قصة شيء، في عالم بتقول إنه في مطارح غامضة لسه ما اكتشفت بالقلعة، شو ممكن يكتشفوا السنة؟ وهيك بتكونوا عرفتوا شو أصل قلعة طرابلس، أصل شو بتحبوا تعرفوا بالكومنتس.